انا ما فكرتش في الجواز يا ابني. والعمده طلبك؟ العمده ده انا عمري ما شفته الا يوم ما زارني هو وابنه فاتح. وابويا ياما، ابويا خلاص نسيتيه؟ فؤاد يا ابني، ليه بتفكر بطريقه وحشه يا حبيبي؟ ليه مش عايز تفهمني؟ افهم ايه ياما؟ انا مش عاوز افهم حاجه. افهم واحده قعدت سنين طويله من غير جواز وحرمته على نفسها، وفي اسبوع واحد ولا اسبوعين وانا غايب وبعيد عنها تغير كده رايها؟ انا يا فؤاد ما غيرتش رايي. والتلغراف اللي بعتيه لخالي؟ التلغراف كان لازم ابعته. وتبعتيه ليه؟ بعته علشان احافظ على شرفي وكرامتي. وكفايه بقى، انت تعبت قلبي. انت لغايه امتى هتفضل عايش وانت مش دريان باي حاجه؟ لغايه امتى هتفضل ما تفكرش الا في نفسك؟ حتى انت كمان زهقت مني ياما. انا ما زهقتش منك، لكن زهقت من غيرك، زهقت من الناس، زهقت من نفسي. ابوك الله يرحمه من يوم ما توفى والناس مش سايباني في حالي، لكن انا اللي رافضه، انا رافضه ومحافظه عشانك انت وعشان خاطرك. يا سيد عبدون، انا بعد ما شفتك وقعدت معاك وسمعتك ما اقدرش اقول لك لا، ما اقدرش ارفض طلبك. اشكرك يا اسطى سالم، اشكرك. القلوب الطيبه يا سيد عبدون بتظهر طيبتها على وجوه اصحابها. الست اختك من الليله في عينيا يا اسطى سالم، واذا كان على ابنها يعني ابنها فؤاد ده انا تحت امره، ويعتبر نفسه هو كمان انه بقى من الليله زي ولادي تمام. وانا بهنيك وبقول لك مبروك، الله يبارك فيك. اهلا يابا، الحمد لله بالسلامه. انت المره دي غبت قوي عند اخويا فاتح. تعالي يا مفاد، تعالي. مراتي يا زينب. انت اتجوزت يابا؟ ايوه، زينب بنتي يا نواه. اهلا وسهلا. اهلا بك يا ابله. دي بقى زينب، وشوقي الكبير متجوز وقاعد بره مع مراته. ربنا يخليهم. الله يحفظك. تقعد شويه في المنظره لغايه ما اجهز لك اوضتك. وليه تجهزيها انت؟ وعلى ايه تجهزيها يا حبيبتي؟ انا بقول يعني ما تقوليش حاجه يا زينب، ما تقوليش حاجه، لكن يا ريتك تعملي لنا لقمه كويسه نتغدى بيها. حاضر يابا. مالها اوضتك؟ ما هي كويسه اهي. زينب كان غرضها توضبها شويه. الاوضه حلوه وذوقها جميل ومش عايزه توضيب ولا حاجه. عجبتك يعني؟ قوي. واللي عجبني اكتر الناس اللي فيها. الله يحفظك. كفايه عليا بسمه زينب اللي استقبلتني بيها وفرحه عينيها لما عرفت ان انا مراتك. بلاش يعني نغير عفش البيت. وتغيروا ليه عفش البيت؟ انا اتجوزت راجل يا عبدون، مش كرسي ولا دلاب. ويا ترى بتحب الراجل ده؟ طبعا، وإلا ما كانش فيه داعي أوافقه وأطاوعه وأسافر معاه. دلوقتي بس اتأكدت إن عينيا ما خدعتنيش يوم ما شفت. يمكن يوميها جمالك شدني، لكن مع ذلك الطيب والأصيل هو اللي حرك قلبي وخلاني أحترمك قبل ما أحب. بقول لك وطي صوتك، ابوك ومراته نايمين. اوطي صوتي؟ ايوه. عايزاني بعد اللي حصل ده اوطي صوتي يا زينب؟ هو حصل ايه يعني؟ جواز ابونا مصيبة وقعت على راسنا. ابونا من حقه يتجوز. وحقنا احنا راح فين؟ انت عارفة معناه ايه جوازه؟ لا. معناه اننا خسرنا كل حاجة، انت وانا وفتحي خسرنا ارضه وكل قرش عنده. مين قال كده يا شوق؟ ابويا. اهلا يابا. رد عليا الاول وقول لي مين اللي قال لكم انكم خسرتم كل حاجه بعد جواز؟ انا اللي بقول كده يابا. لكن انا صاحب الارض والقرش ما قلتش كده. بكره تقول يابا بعد الست الجديده ما تحرمنا من كل حاجه. اخلص يابا. انت عليه الادب، والظاهر ان هغير رايي فيك من بعد النهارده، وانا اللي هحرمك من كل حاجه مش الست الجديده.
يا زينب، ازيك؟ ادخل. واقف ليه؟ اصل معايا ضيف. تعال يا فؤاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. زينب اختي. فؤاد ابن الست نوال مرات ابويا. اهلا يا حبيبي، اهلا يا فؤاد. عامل ايه؟ كويس ياما. لسه قاعد من غير ايه ياما؟ من غير شغل يا فؤاد؟ انت مش ناوي تعال يا حبيبي بقى وتفرح قلب امك؟ ياما انا مش راضي عن حالي، وفاهم ان حياتي ماشيه غلط، خصوصا بعد ما سبتيني واتجوزتي. انا ما سبتش طفل صغير يا فؤاد، انا سايبه راجل، والبيت اهو عندك، خده ارهنه، اعمل اي حاجه، اشتغل، اكسب. ما تاخد فؤاد يا فتحي وتفرجوا على الارض والزرع وخليه يشوف بلدنا. وعلى ايه نتعبه يا عم عبدون؟ لا تعب، لا تعب ولا غيره، ابويا معاه حق. وعلى فكره بقى انا كنت ناوي اخدك النهارده وافرجك على الارض والزرع والبلد. اجي معاكم يا فتحي؟ ابوك اهو قدامك، اساليه. خلاص خدوا زينب كمان معاكم، وهي فرصة تخرج من البيت وتشم هوا زي غيرها.